بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا هنا من فرانسو حريري، أحداث الجولة 33 من دوري نجوم العراق ومباراة إربيل والكهرباء، مباراة منتظرة هنا في استاد فرانسو حريري لفريق إربيل صاحب الأرض والجمهور هنا في أحداث مرتقبة لتألق الإمبراطور، لتألق إربيل. وفي هذا اليوم الحكم الدولي الأنيق الحاضر بقراراته التي دائما ما تكون منصفة مع الفرق، أداء محترم لحكم محترم يتمثل بشخصية الحكم الدولي السيد زيد ثامر الذي سيقود هذه المواجهة. وجه شاب عرفته الصافرة العراقية بتقديم مستويات رائعة جدا في البطولات الآسيوية وفي المباراة التي يحضرها على المستوى الدولي، ولا يقل شأنا عن ذلك محليا بأنظار الفيل الإبواري يانيك زاكري والذئب الأبيض الأوزبكي شيرزو تيميروف. هنا تنطلق المباراة، هنا تبدأ هذه المواجهة، وضربة البداية من حارس مرمى إربيل كميل سعدي. مواجهة ما بين فريقين لهما من الحضور الكبير شأنا عاليا بالنسبة لإربيل صاحب الأربعة ألقاب في تاريخ الدوري والأربع نجوم على القميص تسطر كسلاحا وكرمزا للإمبراطور الأصفر. من الجانب المقابل البرتقالي الكهرباء الذي ليس على أفضل أحواله، الذي ليس على أفضل عهده، صاحب المراكز المتقدمة عفوا دائما في الدوري والحضور بوصيفين أو بمرتين على مستوى الوصافة لكأس العراق. هذه كرة تلعب والمحاولة تصل مباشرة إلى خارج أرضية الملعب، طالت على رعد. الجنرال باسم قاسم المعرف الذي لا يعرف، المدرب الذي حقق لقب الدوري في 3 مرات، واليوم ضمن دائرة المنافسة في هذا الموسم أيضا مع فريق أربيل. وفي هذا اليوم تبدأ مباراة فيها الحسابات الكثيرة بالنسبة لأربيل صاحب المركز الثالث في الترتيب، في مواجهة أخرى للشاطر حسن السيد حسن أحمد، محطة جديدة هذا الموسم بعدما كان مدربا لنفط ميسان في أوائل الموسم بعد أن حل خلفا للمدرب الأردني السيد عبد الله أبو زمع. اليوم بعد هذه المباراة يأتي خلفا للسيد أحمد عبد الجبار، بينما هذه كرة وفيها تدخل وفيها صافرة. أحمد عبد الجبار الذي خلف راضي عشنيشل في هذه المباراة. هنا الحديث حاضر وخطأ يعطيه السيد زيد ثامر لصالح كريستيان باركو في هذه اللحظات. هنا الحديث وهنا تدخل، وعلي مهدي مع باركو، والحكم اعتبر في مخالفة في هذه اللحظات. كرة تلعب الآن وتدخل من جانب همام طارق في هذه اللحظات. همام وفيها تدخل وتذهب الكرة مباشرة إلى حارس المرمى في الجانب المقابل لياندرسون لوكاس دا سيلفا البرازيلي. إذن تشكيل فريق الكهرباء الوافد من بغداد: علي خالد في المرمى، رباعي الخط الخلفي عباس قاسم، محمد أوتارا ولوكاس دا سيلفا، سجاد خليل، علي مهدي، حسين نعيم وروبن أكوا. في المقدمة زاكري، أحمد عايد، نهاد محمد. من الجانب المقابل أربيل كميل في المرمى، مامادو ديارة، عمر جنكي، همام طارق، على رعد إدم إسيا، أكو حزير، وكذلك كريستيان باركو. والهجوم عند كريستوفر جون، مايكل كابريرا وشيرزو تيميروف. هذه خيارات الجنرال
السيد باسم قاسم، بينما كرة تلعب الآن. همام طارق يحاول فيها، ينتظر زميل ما بين 3 لاعبين، أعاد الكرة إلى الخلف مباشرة باتجاه الفرنسي مامادو ديارا. كوميل في الخلف، كوميل ينتظر زميل في انتظار نقل الكرة على الجهة اليمنى. هذا الرأسية حاضرة من جانبه علاء رعد، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. علاء رعد الوافد من الجار من زاخو، هذا علاء بطل السوبر العراقي في 2021 مع زوراء مع قلعة النوارس، وهو آخر لقب للزوراء منذ مدة لم تحضر الكؤوس في الخزينة البيضاء للزعيم. الرمية جانبية تلعب سريع الآن، رأسية حاضر على الطرف، لمسة وأخرى هتأخذ جميلة. كريستيان باركو يقود هجمة مرتدة الآن، الكونتر اتاك في انتظار التحولات الهجومية لفريق أربيل. لاحظ قراءة التحركات للاعبي أربيل هو ما يميز الفرقة التي أعادها السيد باسم قاسم منذ بداية الموسم إلى الآن، لذلك هداف الدوري من الإمبراطور، وفريق يقدم لك مد هجومي حقيقة ضارب 46 هدف هذا الموسم لأربيل. بينما هنا الكرة التي تلعب في هذه اللحظات، واصل المحاولة من الخلف، تعود مرة أخرى لتضبيط الإيقاع والأوضاع في نقل الكرة في الخلف. همام طارق، همام يحاول نقل الكرة في الأمام، لكن تدخل عباس قاسم الوافد من القرمة. عباس يرتدي الأبيض وهو اعتاد على الأبيض مع أمانة بغداد مع الزوراء، والأبيض الزي الرسمي للزعيم، احتياطي لأمانة بغداد السمائي واحتياطي للكهرباء البرتقالي، لذلك هو اليوم يتوشح بالألوان البيضاء. سين نعيم تدخل في الخلف، إعادة الكرة في الوسط، علي مهدي يلعب كرة في الطرف من أجل الخروج من الضغط الآن وزحمة وسط الملعب. سجاد يتقدم في انتظار عملية التكنيك، مهاجم يلعب خارج البوكس. نهاد محمد يسدد كرة تصل مباشرة إلى كوميل من رفيقان في المنتخب الأولمبي مع السيد راضي شنيشل. الحديث عن كوميل وعن اللاعب نهاد محمد، رفقاء رحلة باريس في الأولمبياد. هذه كرة ومحاولة لعبت في هذه اللحظات، وصلت إلى حارس المرمى، بعد ذلك نقلها في الخط الأمامي. رأسية عباس، تحرك تيميروف، هذا ما يميز شيرزو تيميروف الأوزبك الذي سجل 24 هدف، تحرك من دون كرة الذي افتقدناه في الآونة الأخيرة لمهاجمين محليين وعالميين. قراءة الكرات ومن دون النظر إلى موقع ومكان الكرة، توقع الذي يتمتع به هذا المهاجم لمكان الوصول ولترقب أخطاء المنافسين هو ما يجعل شيرزود مميزا حقيقة. بينما كرة تلعب إلى الأمام من أجل ضربة أولى للذئب الأوزبكي، بعد ذلك استدعي مع منتخب أوزبكستان المتأهل إلى كأس العالم 2026 في 3 دول للقارة الأمريكية الشمالية. هذه الراية التي رفعت من المساعد التي أقرت بأن تسلل على شيرزو تيميروف كان محقا في ذلك مساعد الحكم، موقع غير سليم لتيميروف. مباريات مهمة هذا اليوم، بالأمس الوصيف الذي حقق الفوز على نوروز ب3-0 فريق الشرطة، واليوم المتصدر سيلاعب فريق الموصل في بغداد. بينما الآن تجري مباراة صاحب المركز الثالث، تنازع الزوراء على الرابع والخامس مع الطلبة، وتفوق الزوراء بالأمس بهدف مقابل لا شيء عن طريق حسن عبد الكريم. لذلك الأحاديث مهمة في المقدمة للدوري وكذلك في القاع لحرب الكهرباء مع النجف مع نفط ميسان، وأيضا يدخل فيها صراع الميناء وأمانة بغداد. كل هذه الفرق تحت طاولة الخطر، تلعب حتى تبقى، ومواجهات مع منافسات منتظرة. التدخل الآن فيها محاولة، واللوكاس يحاول كريستوفر جون، تدخل حاضر، وهنا كريستوفر جون واضح أمامك 22 سنة لهذا النيجيري، عنده هدف على القرمة، ولعب مثل العربي مثل مسيمير في قطر والكويت، وفي الكويت وقطر توالي للعربي بعد مسيمير، وقبلهم أيضا يأتي الزوراء. هنا كان حاضر مع زعيم حسن أحمد، مدرب قدير، مدرب له حضوره، موسم مميز قدم في فترة من الفترات مع النفط، واليوم يأتي في محطة جديدة بعد محطات التي تذكر مع نفط ميسان، مع النجف، مع الميناء، مع كربلاء أيضا،
مدرب عنده حضور مع الأنيق حضر حسن أحمد في موسم من المواسم. والآن لياندرسون لوكاس دا سيلفا. هذه الحالة وهذا الوضع الآن. التدخل حاضر من لياندرسون. مباراة الميناء والقاسم قائمة، والميناء يتقدم على القاسم بهدف مقابل لا شيء. هذا الوضع الذي تسير به المباريات حاليا. تلعب الكرة في الجانب إلى خارج أرضية الملعب من جانب فريق الكهرباء. مباراة بدايتها حلوة، مباراة بدايتها جميلة جدا، وفي انتظار المبادرة التي سيخرج بها أحد الفريقين على أن هنالك هدف مبكر. سجاد خليل يحاول ينتظر، وصلت محاولة، حكم المباراة الآن يطلق صافرة، يعلن عن وجود مخالفة، ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات، مخالفة لصالح فريق إربيل. تدخل وبطاقة صفراء أولى على نهاد محمد، بطاقة صفراء على نهاد مهاجم الكهرباء مبكرة تأتي. هذا نهاد محمد، وهنا التدخل حاضر على علاء رعد. بعد ذلك حكم المباراة السيد زيد تامر يعطي بطاقة صفراء. تدخل وسلامات لعلاء رعد. وهنا النظرة في الوسط، الكهرباء الذي أخذ انتصار على النجف 3-0 في الجولة الماضية بعد الأحداث التي حدثت قبيل نهاية شوط المباراة الأول. والآن الأنظار حاضرة على هذه المباراة للتأمين. حقيقة صراع ما بين نفط ميسان والكهرباء على المركز 18، لأن 20 محجوز لنادي القاسم، 19 قريبا ستنتهي مهمته بهبوط نادي النجف إن بقي الحال على ما هو عليه الآن، ولا ينتظرون سوى التغييرات. بينما هنا يتم الإعداد. عمر جنكي، سلامات لعمر، فيها تدخل وضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. كرة عالية تلعب، الأرضية زاحفة كانت على المرمى، لم تكن عالية وردت من الجدار البشري. بينما كرة تلعب الآن في هذه اللحظات، عملية التدخل همام ورأسية حاضرة كان تفوق فيها اللاعب 12 في نادي الكهرباء. تدخل وأبعد الكرة، حاول فيها ضغط من جانب لاعبي أربيل على الطرف، نقل الكرة شيرزود تيميروف يحاول همام في كرة واصلة وفيها تدخل حاضر. أيضا التدخل حاضر في هذه اللحظات. علي خالد الذي قطع طريق الكرة الأخيرة، علي خالد. تدفع هذه الكرة إلى الأمام، والرأسية الحاضرة فيها إبعاد إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. كان مارلين تشوفانوف يشارك اليوم عمر جنكي، هذه أخرجه مدرب باسم قاسم في شوط المباراة الأول من الجولة الماضية هنا أمام فريق الكرخ، والتي انتهت بهدف مقابل لا شيء لإربيل. محاولة وإبعاد، كرة تصل الآن في هذه اللحظات، تبعد وتعود على الطرف. لا زالت الكرة في المستطيل الأخضر، لم تغادر خارج الأسوار. وهنا الكرة التي تلعب مباشرة إلى خارج أرضية الملعب، أو لا زالت في أرضية الملعب. الكرة
التي يحافظ عليها لاعبي الكهرباء، يفقدوها الآن في هذه اللحظات في انتظار التحولات. الآن عملية الاختراق، تغيير في اتجاه اللاعب كريستوفر، الآن محاولة الكنترول طالت على النيجيري، لا زال يحاول، لا زال ينتظر من القريب من كريستوفر جون. هنا كرة تصل إلى همام طارق، يلعب الكرة عالية همام وتطول وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. محاولة إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. محاولة همام طارق وصلت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى في هذه اللحظات. سلامات لياندرسون لوكاس دا سيلفا البرازيلي. تغيير اضطراري سريع الآن. السيد حسن أحمد يستعين بلاعب على الجهة اليسرى في هذه اللحظات، أو على الجهة اليمنى عفوا. يذهب باتجاه خضر علي، وتغيير سريع للشاطر حسن في هذه اللحظات. تغيير يعطيك انطباع سلامات للبرازيلي على أن هنالك استعداد للتغيير على لاعب مصاب. هذا الانطباع الذي أعطي في التغيير الأخير. خضر علي من اللاعبين المميزين في هذه الجهة، كان في مواسم ممتازة مع الزوراء، مع الطلبة، مع الشرطة، مع نفط الوسط، والآن يشترك في هذه المباراة. خضر علي بديلا لياندرسون لوكاس دا سيلفا. علي خالد ينظر ويستعد. لما تبقى في هذه الآونة. محاولة مرة أخرى، والكرة التي تنقل وترسل في الخلف. محمد، أو هذا مامادو ديارا وليس محمد ديارا، مامادو. كرة في الخلف علي مهدي. عملية الاستلام أحمد عايد يحاول، كرة تعود إلى الخلف مرة أخرى. لا زالت عند علي خالد لاعب الكهرباء. تعود كرة في الخلف من جانب لاعبي أربيل. همام طارق، عملية التحضير قريب من أيدي ميسيا، لعب كرة إلى همام. همام يلعبها في انتظار الالتفاف. النقلات، يا سلام على هذا الطرب والإبداع للإمبراطور. أن تقول إمبراطور عن حق وحقيقة. حقيقة الكلام قليل في وصف أربيل وكرة أربيل. هذا ما يجري ويقدم الفريقين. طبعا الجولة الثالثة جمعت الفريقين وانتهى اللقاء بتعادل سلبي من دون أهداف، 0-0. يانيك زاكري القادم من نادي دهوك. يانيك زاكري مثل أيضا نفط الوسط، لعب في الأردن مع الفيصلي، أو عفوا نفط البصرة، وقدم مستويات مميزة. هذه كرة وعودة إلى الخلف مباشرة، تصل عند المدافع مامادو ديارا، 27 سنة لهذا الفرنسي، قادم من اللوكوموتيف صوفيا البلغاري. في الجهة اليمنى على رعد، يعتمدون عليه على مستوى الجهة اليمنى، وفي انتظار التقدم. وعملية البحث مستمرة، لا زالت الأمور ينتظرون فيها هدف من جانب الفريقين. يعني كرة تلعب على طرف شيرزوت. تيموروف يحاول، لكن تدخل من يانيك زاكري بواجب دفاعي حقيقة بلقطة مميزة. حاول فيها شيرزوت، هذا التنفيذ برمية جانبية من مامادو ديارا. حاضر مامادو، ثلاثين نقطة لدى الكهرباء من مباراة النجف حتى الآن، والفريق على محك المغادرة
الفريق عنده 3 تعادلات، مع إربيل تعادل الكهرباء، ومع الكرخ أيضا تعادل الكهرباء، ومع دهوك. 3 تعادلات فقط هذا الموسم لفريق الكهرباء. بينما الكرة تلعب الآن ومحاولة قائمة. كريستوفر جون يحاول، همام قريب منها، كريستوفر يتلاعب بالدفاعات لكن سيطرة، والروبن أكوا قريب خطف هذه الكرة، صدمت بحكم المباراة، لذلك الحكم من المفترض أن يعمل إسقاط وإعادة الكرة لآخر فريق استحوذ على الكرة وهو فريق الكهرباء. حقية الفريق الممرر، ومع التموقع هذا زيد تامر قرار في محله. الحكام حقيقة مميزين، وجه شاب يقدم نفسه التدريس في جامعة النهرين في العاصمة بغداد. زيد تامر، هنا كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، حضور كبير وأجواء رائعة جدا هناك في أربيل، لكن الكل ينتظر لحظة الهدف. مرة أخرى تلعب الكرة وإلى خارج أرضية الملعب. أول نقطة هذا الموسم حصل عليه الكهرباء كانت أمام أربيل، يعني في الأولى خسر من نوروز 3-2، في الجولة الثانية من الغراب 3-1، بعد ذلك في الجولة الثالثة تعادل مع أربيل 0-0، حتى استمر بتعادل ثاني في الجولة السادسة في أول مباراة للسيد أحمد عبد الجبار، تعادل فيها مع الكرخ 1-1، وفي الجولة الثامنة بعد انسحاب نادي القاسم من المباراة نتيجة عدم اكتمال الكتيبة وإصابة لاعب 8 موجودين في أرضية الملعب، أنهى الحكم المباراة بإطلاقه صافرة النهاية، وكان أول انتصار الكهرباء هذا الموسم. يعني إلى الجولة الثامنة الكهرباء عنده فقط 5 نقاط من تعادلين وانتصار وحيد. بعد ذلك انتظر حتى مباراة الميناء في الجولة العاشرة وفاز بهدفين مقابل هدف هنالك في الفيحاء في البصرة. يعني يظهر تارة يغيب تارة أخرى فريق الكهرباء، والذي أيضا عاد بتحقيق انتصار. هنا الكرة التي تعود من نفط ميسان، تعود المحاولة على الطرف الآن، قطع الكرة، قراءة ممتازة من خضر علي بكعب القدم، يلعب المحاولة، كرة تصل في هذه اللحظات وحكم المباراة يطلق الصافرة معلنا عن مخالفة. كبر انتصار الكهرباء على أمانة بغداد في الجولة 19، 5-0 ختام الذهاب، التي وصل فيها إلى 18 نقطة. هنا التدخل والصافرة من حكم المباراة، غضب من السيد باسم قاسم والكادر المساعد على الحالة الأخيرة. اعتراضات وحديث مخالفة حاضرة الآن. تلعب كرة رأسية في هذه اللحظات، علاء رعد يحاول، علاء ينتظر أن ينقل الكرة، لكن حسين نعيم حصل على الكرة، لف ودار، عادت الكرة تبعد من جانب علي خالد، فيها نقلة بعيدة جدا وعادت وصلت من جديد. علي مهدي محور الوسط يحاول مرة أخرى علي مع الروبن أكوا، ثلاثي وسط الملعب الذي يلعب في هذه المباراة. كرة تعود وخضر علي يتقدم، فيها نقلة من أحمد عايد، أحمد عايد يبحث عن خضر علي، خضر يمر من همام، يحاول خضر، نهاد محمد ينتظر الكرة العرضية، عاد مرة أخرى لعمل التكنيك، نعيم يلعبها في الأمام، الرأسية حاضرة والتدخل فيها إبعاد هذه الكرة، بينما هنا خطف الكرة حاضر، عملية المرور ممتازة والتدخل. ماذا يقول حكم المباراة؟ لا مخالفة لصالح روبن أكوا، بينما رمية جانبية للكهرباء. في هذه اللحظات رمية جانبية للكهرباء. حديث السيد حسن أحمد حاضر، مدرب الذي يقود الفريق في هذه المباراة، قادهم أمام النجف وتحصل على انتصار بالقرار.
بينما مباراة الوداع للسيد أحمد عبد الجبار كانت أمام الكرخ، وروبن أكوا يدخل إلى منطقة الجزاء، حاول التمرير من أجل لحظة هدف، ولكن عمر تدخل في آخر لحظة وأنقذ الموقف من الرجالات التي يعتمد عليها السيد باسم قاسم في هذه المباراة في الخطوط الدفاعية. ركنية على يسار حارس المرمى كوميل، تلعب عالية، الرأسية حاضرة، تصل مباشرة، تدخل من علاء رعد، حاضر علاء، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية للكهرباء في هذه اللحظات، البرتقالي في مهمة صعبة في إربيل والإمبراطور من أجل تقليص الفارق مع القيثارة والقوة الجوية قبيل لقاء القوة الجوية بالموصل، يريد أن يدخل ضمن دائرة المنافسة فريق إربيل، لذلك لا يفكر سوى بالانتصار في هذه المباراة. تدخل علاء رعد يمر لاعب من الكهرباء ساقط على أرضية الملعب، لكن هنا استعادة الكرة، نهاد محمد من جديد، علي مهدي، محاولة الخروج، روبن أكوا، يا سلام على التمريرات، يا سلام على محاولات، ولكن قطعت، عادت مرة أخرى بكل روح رياضية، تبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وهذا الإبعاد من أكوا حزير للإطمئنان على هذا الرجل، على سجاد خليل. هذا سجاد في هذا التدخل، وهنا الكرة التي فيها الاحتكاك الأخير مرة أخرى. باسم قاسم مهمة جديدة في الشمال بعدما كان حاضرا في دهوك وحصل على اللقب مع صقور الجبال، يريد أن يضع بصمة مع الإمبراطور هذا الموسم. مدرب قدير، مدرب بإمكانيات رائعة جدا، باسم قاسم يعني من المدربين الذين يستمرون في العطاء في دورينا، عند الألقاب خارجية مع القوى الجوية، لقبين في كأس الاتحاد الآسيوي، وأيضا حقق الدوري مع الغريمين، مع الزوراء ومع القوة الجوية. هذا الأمر الذي يجعل الكل يعلق الآمال على باسم قاسم. خطورة من شيرزو ديميروف، ولكن حاضر في اللقطة حارس المرمى علي خالد، هو الذي كان حاضرا في اللقطة الأخيرة وأنقذ الموقف. سلامات للاعب فريق الكهرباء بهذا التدخل. حديث مع المدافع مامادو ديارا الفرنسي. سلامات لأحمد عايد. بعد هذا التدخل الأخير فيه تدخل قوي، وسلامات لأحمد عايد. هذا أحمد الواضح، وهنا سلامات مرة أخرى لأحمد في هذه اللحظات. خضر علي يلعب الكرة، استلام بالصدر، لا زالت هنا عملية التقدم، وكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى مباشرة عند كوميل في هذه اللحظات. كوميل يصل إلى الكرة، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. دائما وأبدا مخرج المباراة يذهب باتجاه شطر حسن. هنا سلامات لسجاد، مشتعلة مباراة القاسم والميناء فيها 3 أهداف. وفي انتظار أن تتحرك المياه الراكدة في هذه المباراة، انتظار أن نرى الأهداف. وهنا التدخل، روبن أكوا يحاول، مباراة مفتوحة حقيقة، الضغط من الطرفين، لا تحفظ، أجواء رائعة تعطيك دافع كبير لتقديم المباراة التي ينتظرها الجماهير. هنا يانيك زاكري حاول، ومخالفة لصالح يانيك، زي ثامر كان قريب، حكم المباراة متموقع في مكان رائع جدا، لذلك كان الحضور
مباشرة بإعطاء المخالفة، هو كان يرى كل ما يجري. وهنا الكرة التي وصلت ألغي الهدف الذي كان منتظر في مباراة الميناء والقاسم. وهنا أمامك علاء رعد، واصل الكرة أو لا، اعتمد الهدف عفوا، نزل 2-1 في النتيجة لصالح الميناء. وهذا ما يهم هذه المباراة كثيرا. المباراة الميناء سيصل للنقطة الخامسة أو الثامنة أو 37 عفوا، وعند 34 نقطة قبل هذه المباراة التي تجري الآن، وصراع محتدم في القاع. نفط ميسان في خطر، نفط ميسان الفريق الذي قدم مباراة رائعة بالأمس أمام دهوك، لكن في النهاية خسر بهدفين مقابل هدف. يعني قلبت الموازين في شوط المباراة الثاني الذي كان فيه يعني فرسان المملكة متقدمين بهدف مقابل لا شيء، لكن تغيرت الأحوال. الفريق الذي يريد أن يقدم في دورينا عليه أن يكون دائما وأبدا مميز على ملعبه، وهذا ما افتقدته أكثر الفرق. يعني تنظر إلى فريق الكهرباء 13 نقطة فقط خارج ملعبه من النقاط 30 التي جمعها. يعني كهرباء في ملعبه 13 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 1. هنا الحالة الأخيرة التي كانت والنداء الذي كان من اللاعبين على حكم المباراة. مخالفة الآن، ضربة حرة مباشرة تأتي في هذه اللحظات. إذن الكل ينتظر هذه الكرة، ضربة حرة مباشرة. هل من شأنها فك الشفرة؟ هل من شأنها أن ترينا بادرة أمل لأن يكون الهدف الأول أو بارقة أمل لأن يكون الهدف الأول حاضر في قادم الدقائق؟ هنا زيد ثامر وحديث مستمر مع اللاعبين. أكيد هنالك احتكاكات في المنطقة باعتبار الكل يعرف خطورة الآخر بمن هو المميز في هذه اللحظات. كرة عالية واصلة في منطقة الجزاء، رأسية يانيك زاكري. شوف شيرزو تيميروف أين يتحرك لإعادة الكرات وتموقعها، وهنا أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. كرة تعود مرة أخرى إلى رمية جانبية لإربيل في هذه اللحظات. الإمبراطور يريد الحضور، يريد المواصلة. غياب الجماهير كان مؤثر أيضا على أداء إربيل في فترة من الفترات. يعني عودة الجماهير إلى فرنسا وحريري يعطى دافع كبير للفريق الذي خسر آخر مباراة في ملعبه. يعني إربيل في فرنسا وحريري آخر مرة خسر الفريق كان أمام فريق زاخو بهدف مقابل لا شيء في الجولة 18، وكانت المباراة قد أقيمت من دون الجماهير أصلا. يعني بينما هنا لعب الكرة، تذهب الكرة في الطرف. شيرزو تيميروف يحاول، فريق في بغداد لعب مباراتين مع القوة الجوية والطلبة تواليا، فاز على الطلبة ب3 مقابل 2، وقبلها تعادل مع القوة الجوية بهدف لهدف. والأمور سائرة بشكل جيد في السفر وفي خارج السفر. لذلك إربيل الآن يريد أن يحقق الانتصار في هذا الملعب ليبقى ضمن دائرة المنافسة أولا، وليواصل نتائجه الجيد هذا الموسم ثانيا. يعني فريق إربيل وكأنه استعاد التاريخ القديم لهذا الفريق في بداية الألفية الثانية، وما كان الفريق منافسا على المستوى المحلي وعلى المستوى الآسيوي أيضا. خسر مرتين نهائي كأس الاتحاد الآسيوي من الكويت ومن القادسية، لكن حصة العراق كانت حصة الأسد بثلاثية متتالية للقوة الجوية. وهذه كرة عالية وعلي خالد يتدخل. أكو حزير يحاول، يا
سلام على كرة، واكو كاد ان يصطاد كميل سعدي في كرة رائعة جدا من اكو حزير لف، لكن او عفوا كاد ان يصطاد علي خالد، هو اللي في المرمى هو اللي في المرمى هو اللي في الجول، ولكن هنا الرأسية التي لعبت وصلت الآن إلى اكو، لعبها وهنالك من تدخل فيها، أراد أن يربك حارس المرمى، ولكن في النهاية هي الكرة أرادت وليس اللاعب، وفي النهاية علي خالد تدخل والعارضة الأفقية كانت حاضرة في التدخل، وبالتالي الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب. في هذه اللحظات علي خالد يعاني، عبرنا نصف ساعة والنتيجة على حالها 0-0 حتى الآن. اكو حزير يترقب الجنرال، ينتظر لاحظونا تدخل أخير وحالة حارس المرمى مع اللاعبين، وفي تدخل وعارضة، والكل كان على أعتاب الانتظار لهدف أول لإربيل في فرانسو حريري. لكن لاحظ تفاعل الجماهير، لاحظ تفاعل الجماهير، والكل يندم على كرة ضاعت. أشياء جميلة في دورينا، حضور كبير. تحية لعشاق ومحبي إربيل هنالك في فرانسو حريري، في المدينة الجميلة، المدينة الرائعة، مدينة الطبيعة والجمال، ومدنة والله كلها مميزة، تذهب إلى واحدة تنسيك وتغنيك عن الأخرى. والعراق العظيم والجميل مميز بكل أسماءه وبكل طوائفه وبكل مكوناته. والآن هنا ركنية لتحتفل أربيل لنرى الهدف الأول، ولكن الإبعاد كان حاضر. عادت إلى همام ما بعد الاحتراف، عاد للمحطات المحلية، والكرة التي تلعب الآن همام طارق، كرة عالية واصل الآن في الوسط، حاضرة كرة عند لاعبي أربيل. إدميسيا يلعب الكرة عالية الآن من جانبي على رعد، وصلت إلى شيرسود. علي خالد يخرج من مرماه ويحاول الإبعاد حارس المرمى علي خالد، يعيد الكرة همام طارق، وقف على الكرة وانتظر زميل، والزميل كان قريب منه مامادو ديارا في الوسط الآن. إدميسيا يلعب كرة حاضرة، هذه الكرة وهذه المحاولة على رعد، تصل الكرة من الطرف، يحاول ينتظر همام طارق، كرة همام عالية، وصلت الآن أحمد عايد في كرة أخطأ فيها، ولكن في النهاية تدخل وأبعد، وكان من الممكن أن نشاهد هدف أول، والراية رفعت. أم ماذا خطأ في التنفيذ؟ حكم المباراة يطلب منهم تنفيذ وإعادة التنفيذ، بينما الكرة الآن تلعب لصالح نادي إربيل. الإمبراطور أكو يتقدم حزير في كرة يحاول فيها، صعب، أخطر محاولة أكو، إلى الروبن أكوا مرة أخرى في الخلف. سجاد خليل الذي ينتظر زميل، لاحظ هنا الحفاظ على الكرة ومحاولة الهروب وإبعاد الكرة، الحصول على مخالفة في هذه اللحظات. حكم المباراة ينظر، ورمية جانبية للكهرباء. ذكريات جميلة في هذا الاستاد لإربيل، واليوم في هذا الموسم استعادوا شيئا من الذكريات الغائبة. حديث من جانب محمد أوتارا، حاضر أوتارا في هذه اللحظات. هذا سجاد، والتدخل من نهاد محمد. حضر الكرة، حضر القضية على أن الهدف غائب. بينما كرة في الخلف تنقل إلى الأمام، واصلة إلى خارج أرضية الملعب، تتكرر الأخطاء
والمحاولات، لا زلنا على ماذا؟ لا زلنا على تعادل سلبي. شيرزو تيميروف، كريستوفر جون، إيدي ميسيا، عمر جانكي، كرة ونقلة سريعة، تغيير الاتجاه نحو اليمين، إيديم ينقلها مباشرة، ولكن كرة طالت ذهبت إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. هذا إيديم إيسيا الحاضر في اللقطة الأخيرة. كرة تلعب صافرة من حكم المباراة، تعطى من جانب السيد زيد ثامر. على رعد يتلقى الورقة الصفراء، خذ بطاقة على، ونهاد من الجانب المقابل أيضا خذ بطاقة. على الكرة إلى الأمام، تنقل من مامادو شيرزود، وكأن الإعصار وصل. هذا لا، في الجانب المقابل الذي كان حاضر هو مايكل كابريرا الأوروغواياني، قادم من موتوغو سيدي أو سيدي موتوغو الهندوراسي، 29 سنة، صاحب ال5 أهداف مع الإمبراطور أربيل. يعني قطعة في وسط أربيل، لو بقيت رسميا أربيل بطل الدوري. معتز زدان، اللاعب الذي ذهب صوب الشرطة. أحمد عايد، تدخل وإبعاد من جانب همام طارق، خلدون إبراهيم وحسن أحمد، الثنائية التي تقود الكهرباء حاضرة، قيادة المدرب السيد حسن أحمد، المدرب القدير، المدرب الذي يتواجد مع أندية يقدم مستويات رائعة. تبقى محطة الميناء الأبرز في حياته رغم الإنجازات والحضور على المستوى العربي مع النفط، إنجازات في النتائج الجيدة وليست في الألقاب. هذه كرة تلعب الآن، عملية التقدم إلى الأمام بالصدر، رأسية حاضرة من جانب مايكل كابريرا الأوروغواياني سيليستي. مرة أخرى عمر جانكي من الطرف، اهتمام بجزيئات وانتظار للجزيئات، وهذه كرة وجزيئات وتقدم إلى الأمام. حاضرة النقلات، حاضرة الكرات، وهنا محاولة تلعب على الطرف الآن مباشرة، الوصول حاضر، ضرب المصيدة، هل وصلت الكرة إلى المكان؟ ورقة صفراء، ورقة صفراء. ماذا فعلت يا مايكل كابريرا؟ أنهيت على مشروع الهجوم، وفي لحظة ما تتحصل على بطاقة صفراء تنهي السجال الذي كان من المنتظر أن يكون خلف هدف أول لإربيل. حكم المباراة السيد زيد ثامر حاضر، ولاحظ هنا الوصول وعملية السحب والتدخل، وما شاء الله على حكم المباراة. عيون النسر حاضرة لزيد ثامر لتلتقط كل ما يحدث في أرضية الملعب. ثالث ورقة صفراء يخرجها الحكم علي خالد على تنفيذ كرة وعلى تنفيذ محاولة وضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. يلعبها علي، رأسية علي خالد، بداية علي خالد من الصناعة، الحارس الذي يخوض المباراة 23 هذا الموسم. هنا زيد ثامر يطلق الصافرة معلنا عن مخالفة جديدة. ديارا يطالب بمخالفة، وهذا أحمد عايد أو هذا نهاد محمد. سلامات لنهاد، تدخل بقوة على نهاد من الديارا. تدخل حاضر، وهذا ديارا الحاضر في اللقطة مع نهاد محمد، كان قريب أيضا حكم المباراة من هذه الحالة. الحكم يتحدث مع اللاعبين ولا زالت الأمور سلامات لنهاد، لا زال ملقى على أرضية الملعب. حكم السيد زيد ثامر والحديث المستمر. طبعا
في ختام اليوم الكرخ يضيف زاخو في ملعب الراحل شرار حيدر، والقوة الجوية يضيف الموصل في استاد المدينة. هنا التدخل تدخل بقوة على نهاد، هذا التدخل سلامات سلامات لنهاد محمد. اعتقد حكم المباراة سينادى من الفي اي ار على هذه الحالة. سنذهب مع حوار الاستمرار. هل في تهور؟ الحكم سيعود الى تقنية الفيديو. نعم، زيد ثامر يتجه مباشرة الى الفي اي ار ليشاهد الحالة بنفسه في شاشة الفار المخصصة لحكم المباراة والتأكد من القرار الذي سيتخذ. سلامات لنهاد محمد. هل في تهور؟ في القفص الصدري، الأضلاع الخلفية. هذه الكرة وهذه المحاولة. تدخل حاضر، والحكم عاد من الفار. هنا في هذه اللقطة إسيا حقيقة أو ديارة كان في تدخل مباشر مع نهاد. أذهب إلى المخالفة ومن ثم الحديث عن الحالة. هذا حكم المباراة من التقنية. على كرة سددت بقوة وذهبت مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. كوميل ينقذ أربيل من الهدف الأول، والشاطر حسن يترقب أن تصل كرات فريقه إلى مرمى كوميل. لاحظ هنا وصل وسدد من ضربة حرة مباشرة علي مهدي. الكرة التي ذهبت مباشرة بعد أن أعطى الحكم بطاقة صفراء لمامادو ديارة أثناء عودته من الفار. سددت كرة سريعة وصلت إلى مرمى كوميل، ولكن كوميل كان حاضر ليكمل تصدي رائع جدا ذهب من خلاله بكرة إلى خارج أرضية الملعب ركنية في هذه اللحظات. هنا المحاولة وهنا الكرة. علي خالد يصل علي الكرة العالية التي وصلت في هذه اللحظات. همام طارق، همام وصل، همام يلعب الكرة طويلة في هذه اللحظات، والكرة التي فيها تدخل فيها مخالفة. 6 دقائق وقت مضاف. نعم، مايكل حاضر. وهنا التدخل. مايكل عنده انذار، وهذه لو على القرارات السابقة فيها انذار أصفر ثاني وفيها ورقة حمراء. سلامات من جديد. باسم قاسم تهور لاعبيه قد يكلف فقدان عنصر في أرضية الملعب. في حالتين يطرد لاعب. لاحظ هذه الكرة السريعة التي علي مهدي أراد الوصول، لكن كوميل ما شاء الله على كوميل، ما هذا الجمال وما هذا الكمال، والكمال لرب العباد في معرفتنا. لكن كوميل هنا تصدى بشكل رائع. لاحظ القراءة والكرة التي ذهبت إلى المرمى، لكن كوميل بحضور كبير مباشرة من الإعادة إلى قرار نحو نقطة 6 أمتار و50 أو 5 أمتار و50، وبالتالي ركلة جزاء تعلن للكهرباء في هذه اللحظات مع اعتراضات من الكابتن همام طارق. شوف هنا الرأسية التي وصلت، وهذا اللي غير محسوب. للمرة الثانية نهاد محمد يصطاد مامادو ديارة والفرنسي يقع في المحظور. ركلة جزاء شرعية، حكم المباراة أقر بذلك، ونهاد محمد كالنمر وصل إلى الكرة ليتدخل فيها المدافع، وقرار فيه من الثقة الكبيرة لحكم المباراة الذي لم يتردد أبدا. تحية لزيد ثامر على قراراته الحاضرة في هذه المباراة مع كل حالة مع كل تدخل. والآن ركلة جزاء نعم حاضرة للكهرباء. شوف الأمور هنا سليمة على خضراء. ماذا في انتظار التأكيد الذي سيأتي من غرفة الفيديو. ونهاد محمد ضرب نهاد في العضلة الخلفية من جانب مامادو ديارة، من مامادو قفز إلى الأمام. انت شاهدت حالة فيها تدخل من ديارة، وديارة عنده انذار أساسا، وكما قلت باسم قاسم قد يفقد المباراة بسبب تهور العناصر، بسبب تهور لاعبيه. والآن
الكرة التي وصلت في هذه اللحظات فيها ركلة جزاء. كوميل الذي تصدى لكرة من مسافة بعيدة في خلال أو من خلال ضربة حرة مباشرة. الآن من المنتظر أن يسددون على المرمى مباشرة من نقطة الجزاء، من علامة الجزاء. نهاد محمد فعل فعلته، والآن من سيضع الكرة في الشباك؟ هنا زيد ثامر سيعطي ورقة صفراء اعتقد للاعب على الخط، وصل إلى مكان غير مسموح فيه الاعتراض والوصول، وطلب منه العودة زيد ثامر. أحمد عايد القادم من الدوري الممتاز مع فك في الموسم الماضي، حضر إلى الكهرباء، وصل إلى البرتقالي، والآن نحن ننتظر الهدف الأول. أحمد عايد الآن هل يصل إلى مرمى كوميل؟ مواجهة حاضرة، أحمد وكوميل. الله الله الله، أن تأمن على مرماك تحتاج إلى أسد في المرمى ليحمي العرين، ليمنع الكرات. وكوميل سعدي الحاضر في كل تصدي، الحاضر في كل تألق، وكأن شباك أسود الرافدين تنادي وتنتظر وجها جديدا ليتصدى إلى الكرات التي تصل إلى المرمى لينير الخشبات الثلاث. حامل عرين في المستقبل، والحاضر والذي عليه الآمال في حراسة المرمى العراقية يتألق ويتصدى للكرة من أمام أحمد عايد. يعرفون بعضهم البعض أو يعرفان بعضهم البعض جيدا، والزملاء في المنتخب الأولمبي. يتفوق الحارس على المهاجم في الأندية هنا في إربيل والكهرباء. وهذه المواجهة قال قوله، قال كلمته الحارس كوميل سعدي، وبالتالي أنقذ المرمى. زيد ثامر في حوار مع الفار، يلا إلى الفار لتعاد بأن كوميل ليس هنالك قدم على خط المرمى. الآن يعاد التنفيذ. لاحظ كوميل هل لم يضع خطأ على أو قدم على خط المرمى، كانت قدمه خارج الخط في التنفيذ. الآن تيميروف يتحدث وهمام يتحدث مع زيد ثامر، واستغراب من باسم قاسم. يلا نشوف الحالة في الفار، نتأكد من تقنية الفيديو. يا زيد، هل كوميل تقدم؟ ما الذي يجري في هذه الحالة وما الذي يحدث؟ لاحظ هي القدم، أين هي القدم؟ قدم ثابتة، لكن هل هي على الخط؟ الآن في انتظار التشاور، ينتظرون أن يذهب حكم المباراة إلى الفيديو لاعتراض متواصل، والحكم الآن في حديث، لا زال في حديث زيد ثامر مع تقنية الفيديو. من يدير الأمور في تقنية الفيديو أن يتحدث مع زيد ثامر. شيرزو تيميروف والكل يعترض. باسم قاسم يقول الأمور سليمة، الحديث حاضر، ولا زال الحديث مستمر في هذه اللحظات. زيد ثامر يتحدث مع لاعبي إربيل، والاعتراض لا عودة لتقنية الفيديو. النداء أتى من عصام فاضل عزيز. هنا الحديث الذي يتواصل على الخط على إعادة ركلة الجزاء، حالة تترك لذوي الاختصاص. زيد ثامر والحديث مستمر. هنا الاعتراض مستمر من جانب إربيل على أن يعود الحكم، إصرار على أن يجب عودة زيد ثامر إلى تقنية الفيديو. قدم ثابتة في قدم ثابتة على خط المرمى، لكن هذا الذي لم يجعل التصدي الشرعي. يانيك زاكري على التنفيذ الآن، الإيفواري هو الذي سينفذ في هذه اللحظات. غضب من الجماهير، ومامادو ديارا يأخذ إنذار في هذه اللحظات. إذن مامادو يأخذ إنذار، ويانيك مع كوميل مواجهة جديدة. هنا كوميل لم تكن قدم على خط المرمى باعتقاد الفي اي ار.
وفي هذه اللحظات يانيك وكوميل المحترف الإيفواري، يانيك وكوميل، هل هي فرحة احتفال هدف للبرتقالي أم تصدي جديد لكوميل؟ أطاح بكوميل وذهب به على اليسار ليضعها على اليمين بحرفنة. هذا الإيفواري يانيك زاكري يتقدم ويضع الكهرباء في مقدمة المباراة من ركلة جزاء، أتقنها وضعها في المرمى وأطاح بحارس المرمى ليسجل الهدف الأول للبرتقالي في مرمى الإمبراطور. كراهير يانيك زاكري الإيفواري يواصل التألق، يواصل الإبداع ويضع الهدف والتقدم للكهرباء. لاحظ كيف ضيع الطريق، كيف ظل كوميل في النظر إلى الكرة، وكوميل الآن كرة وصلت، أو كرة المهاجم وصلت إلى مرمى كوميل، ينظر كوميل إلى كرة في المرمى. 1-0 الآن للبرتقالي من ركلة جزاء. التهور هو الذي أطاح بأربيل، وهذه الإعادة من أكثر من مكان وفي أكثر من زاوية، ويانيك زاكري يسجل الهدف الأول ويحتفل بطريقته الخاصة المعهودة لهذا الفيل الإيفواري في هذه اللحظات. 1-0 ونواصل بكرة إلى خارج أرضية الملعب. نلعب الآن ونحن في الدقيقة 53. هنا كرة وصلت، وهذه كرة تلعب فيها النقلة في الخلف، كرة عالية واصلة، وعلي خالد يلتقط هذه الكرة. تيميروف في ضغط مع علي خالد وشيرزوت، وصلت الكرة إلى شيرزوت. تيميروف تعود الكرة في الخلف. إديميسيا، هنالك سحب وهنالك مخالفة على نياد محمد. نواصل، انتهت 9 دقائق ونتقدم بعد التأكد من ركلة الجزاء وبعد أيضا إعادة ركلة الجزاء، وكل ذلك الوقت ضاع. والآن زيد ثامر يضيف على الوقت المضاف. خضر علي، كرة تعود، ضاعت هذه الكرة. أربيل ليس في وضعه الطبيعي المعهود، يعني ربما على السيد باسم قاسم إجراء تغييرات مبكرة في الشوط الثاني. هذه كرة تلعب إلى الأمام، هروب نهاد محمد الآن من أجل الهدف الثاني. كوميل خرج ونهاد وصل، وهذه فرصة، هل يسجل نهاد؟ هل يضعها نهاد؟ هذا نهاد. والله يا كوميل، والله يا كوميل أنت حارس بألف حارس على هذه القراءة وعلى هذا الوصول. شعرت بالفخر بعد هذا التألق لكوميل. وهذه كرة تلعب الآن، يعني جزء من تصديات ياسين بونا الحارس المغربي، الحارس الذي يحمي عرين الهلال. هذه كرة في الوسط، هذا من إبداع ياسين بونو في الآونة الأخيرة. ظهر به كوميل وقرع الكرة بشكل رائع وخطفها من بين أقدام اللاعب نهاد محمد. كرة تلعب مرة أخرى، وصلت الآن همام طارق. هذا همام في تدخل وفي نقل الكرة على الجهة المقابلة. الآن هل هنالك هدف تعديل قبل النهاية يا شيرزود؟ يا تيميروف يطالب بلمسة يد تيميروف وينتظر جواب من حكم المباراة. أيضا باسم قاسم في حديث. وهنا الكرة التي تلعب، عمر مع همام مع عصام فاضل، يتحدث زيد ثامر، والأوضاع سائرة الآن بتقدم يا أحمد يا عايد. أحمد عايد يتقدم إلى الأمام، يلعب الكرة باتجاه نهاد. كوميل يغادر، وهنا تدخل من كوميل، وكوميل يبعد هذه الكرة. حسن أحمد يطلب الهدوء. وهنا زيد ثامر ماذا يقول على هذا التنفيذ من خلال رمية جانبية. خضر علي، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. كريستيان، هنا صافرة حكم المباراة السيد زيد ثامر. أيها الأحبة، ننهي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم الكهرباء على أربيل بهدف مقابل لا شيء الآن. إذن استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله قبل لحظات من انطلاق شوط المباراة الثاني.
يلعب على عبد الامير المتقدم. على عبد الامير يلعب الكره العاليه، ثقار يبحث عن الراسيه والابعاد من علي خالد، المتابعه من علاء سعد على تصويبه، جول 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 جول. علاء سعد يجلب السعد لفريق نفط ميسان، لفرسان المملكه، لابناء العماره، بعد استلام ومتابعة للكرة والإبعاد الذي لم يكن بشكل مثالي من الحارس علي خالد. وعلى سعد صوب بقوة ليسجل أول هدف اللقاء في الدقيقة 56. شاهدنا الخروج من علي خالد وكانت هناك مضايقة ومزاحمة من فقار، وعلى سعد استلم الكرة وسدد بقوة، كانت صعبة جدا على علي خالد. شاهد علوه، الله يا علاء على هذه التصويبة، تصويبة قوية جدا في سقف المرمى. هنا الكرة المشتركة الأخيرة، هل هناك عودة للفار؟ شاهد شاهد شاهد، نعم، في سقف المرمى من علاء سعد، من هذا الأشول، من هذا اليساري، صاحب التسديدات القوية والقوية جدا. علاء سعد يجلب السعد ويتقدم، ما زالت مع السنغالي إلى نسيم صيود. خلاص 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 خلاص، ابن تونس النصر التونسي يأتي بالهدف الثاني لفرسان المملكة. النصر التونسي يطير هنا في العاصمة بغداد. النصر التونسي يسجل الهدف الثاني القاتل. شاهد داوودة كيف حافظ على الكرة وتمريرة جميلة، هل كان متسلل أم لا؟ لكن هنا الهدف الجميل في الزاوية الصعبة على علي خالد. شاهد 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 كيف لعبها بالزاوية الصعبة من نسيم صيود، يضع كرة الهدف الثاني. وهنا نسيم صيود لا للعمارة معلمين للعمارة على الدبكة الجميلة، دبكة للعمارة الجميلة، ونسيم صيود على طريقة أهل العمارة يحتفل بهذا الهدف الثاني. وهنا شاهد حسرة نهاد محمد، واحمد كاظم يطلب من مصطفى محمد الرجوع، تلعب من احمد عايد، هنا الراسية، جول 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 جول. ياسر ناجي يسجل الهدف الاول، يقلص النتيجة. احذروا الكهرباء بعد الدقيقة 90، سابع هدف لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90، أو الهدف الثامن، نعم الهدف الثامن لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90. أفضل فترة لتسجيل الأهداف بالنسبة لنادي الكهرباء وبعد الدقيقة 90، حيث سجل 7 أهداف، وهذا هو الهدف الثامن عن طريق ياسر ناجي الذي يقلص النتيجة. هل هناك عودة للكهرباء؟ أمير يلعب الرمية الجانبية، محاولة الإبعاد، أحمد عبد الرضا، دخلنا الدقيقة الثالثة، علي خالد ماذا تفعل؟ جول، هدف قاتل. فريق نفط ميسان يسجل هدف قاتل في الدقيقة 13 بعد الدقيقة 90. فريق نفط ميسان أيضا يسجل بعد الدقيقة 90، يسجل هدفه الرابع في هذا الوقت بعد الدقيقة 90. أحمد عبد الرضا بعد غياب طويل من المشاركة يدخل ويسجل هدف بطريقة فيها الكثير والكثير من الاستغراب والاستفهام من حارس المرمى علي خالد الذي أبعد كرات خطيرة لكن يفشل بمسك الكرة. عبد الله الى الامام، نقلها المنتظر عبد الامير، منتظر والمرور والتوغل والدخول والمحاوله والتمرير والهدف الاول لامانه بغداد.
هدف أول لأسود العاصمة بانطلاقة وبمجهود فردي من منتظر عبد الأمير، يخترق وينطلق، لا يريد أن يبتعد كثيرا عن التسجيل أو الصناعة. نعم، حضر وسجل في المباراة الماضية وبثنائية من خلالها ارتقى بالفريق وانتصر، والآن يمر ويخترق ويصنع ويمرر. برو فلافيو الأنغولي يحتفل نعم مع مواطن بيدرو أمور، وبالرقصة التقليدية الأنغولية يحتفلون وبسعادة غامرة. برو فلافيو يسجل رابع أهدافه في الدوري. سيدريك ناكا هذا هو منتظر، هذا هو المصدر، هذا هو الممرر، هذا هو المنطلق، وبمجهود كبير له 85% من الهدف، 85% من الهدف. الانطلاق من أمام علي لطيف والمرور والاختراق والتمرير، والهدف الأول لمصلحة نادي أمانة بغداد، والمرور والعبور وتسجيل أول أهداف المباراة. أمامية، محاولة عرضية، متابعة رأسية، الله الله، نسور الحدباء وبراسية دحام إبراهيم يعود بالنتيجة، يتمكن من تعديل النتيجة وبراسية رائعة على مرتين في شوط المباراة الأول. كانت مباراتهم كانوا هم الأقرب للتسجيل، ولكن تغير كبير في شوط المباراة الثاني، تراجعوا، ولكن تحدثت وقلت بأن الفريق يقترب من التعادل، يقترب من التسجيل، واقترب وسجل دحام إبراهيم على مرتين بمحاولتين من روش بونينغ. جاءت الأولى نعم أو علاء الدين الدالي، علاء الدين الدالي بكرة وتمريرة أمامية، علاء الدين الدالي أسيست رأسية، ومن هناك دحام إبراهيم يقتلع من هناك هدف التعادل ويقتنص هدف أول لفريق نادي الموصل في هذه اللحظات بعرضية متقنة على رأس اللاعب علاء الدين الدالي، ومن هناك يودعها دحام إبراهيم بهدف التعادل. كرة اللعب خطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة، محاولة، فرصة، جول، جول أول يأتي في المباراة. الله 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 الله، كنت أتحدث عن جاهزية نوروز وعن أسماء نوروز. الآن يسجل أبناء السليمانية هدف أول يقص شريط الأهداف بهذه اللحظات لمصلحة نادي نوروز. جول يأتي لمصلحة أبناء السليمانية. راسكو فريق يسجل بهذه اللحظات هدف لمصلحة نادي نوروز في الدقيقة 60 بعد ساعة مرت من عمر هذا اللقاء. هذه الكرة العرضية وراستوكو فريقه على تسديدة قوية وسكنها في شباك مرمى نادي النجف. لاحظ هذه الكرة وهنا التسديدة لراستوكو، وبكرة كانت قريبة على حارس المرمى ليسجل نادي نوروز الهدف الأول. يقص شريط الأهداف أبناء السليمانية. خطيرة لمصلحة نادي النجف، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بالراس، هذه خطيرة، محاولة، جول، الله 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 الله، عادت الغزلان إلى صولاتها الموحودة. يسجل رضا فاضل بهذه اللحظات، الله الله الله، النجف يبحث عن هدف، جاء الهدف لنادي النجف. الله على كرة عرضية، والله على كرة جميلة، وهنا رضا فاضل يسجل، يعدل النتيجة، يدون الآن بهذه اللحظات هدف التعادل. 1-1 ولا واحد أفضل من واحد. يسجل النجف هدف التعادل. أيمن لوي بمواجهة جومان أحمد. أيمن يتقدم، عاد النجف، عادت غزلان البادية إلى صولاتها. سجل النادي النجف الهدف الثاني، جول
الثاني يأتي الآن لمصلحة نادي النجف، فرحة كل جمهور النجف في المدرجات وكل من يتابع المباراة خلف الشاشات. هدف بهذه اللحظات يأتي الآن لمصلحة نادي النجف، الحارس في جهة والكرة في جهة، يسجل النجف ويقلب النتيجة. ليونيل أتيبا الأسد الكاميروني والتركيز العالي أمام الشاب الموهوب ليث ساجد. ليونيل أتيبا، الله، هدف أول للقيثارة، هدف أول للشرطة. عزفت القيثارة وصلحت الأوتار على أنغام المجد، وهدف أول من علامة الجزاء. الأخضر هنا، القيثارة هنا، وجماهير الشرطة على المدرجات تنتشر الأفراح بأقدام ليونيل أتيبا، بأقدام الكاميروني ليونيل أتيبا. شوف بالإعادة كان قريب ليث ساجد رغم أنه تقدم بالكرة الماضية، لكن هدف سجل بالنسبة للشرطة. أيضا الشرطة هدف، القرمة لا شيء. بداية قوية خضراء بأراضي أو بأرضية ملعب الجولان. هدف أول بهذه اللحظات. ما هي ردة الفعل لصقور الغربية؟ لنشاهد ما هي ردة الفعل لصقور الغربية. ليونيل أتيبا. لنشاهد الآن أيمن حسين على التنفيذ بانتظار الصافرة. أيمن حسين والقرمة، صقور الغربية. أيمن، الله 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 الله، حلقت صقور الغربية، حلقت القرمة، يقدمون واجب الضيافة للقيثارة، وهدف التعادل بأقدام المونديالي. أيمن حسين يصل لهدفه التاسع هذا الموسم، ونعم هدف التعادل بهذه اللحظات. الله 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 الله، نعم أيمن حسين هو أيمن المونديالي لم يكتفي بالتسجيل على بوليفيا، فهذا اللاعب يسجل في كل مكان وزمان. من أهدى الفرحة للملايين لن يقصر بنشر الأفراح لأهالي الأنبار. التعادل الآن داخل منطقة الجزاء. ديالا البرتقالي ممكن يفعلها فيما تبقى من ثواني. الله 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 الله، ما أروعك يا عبد فرحان. الله، الآن جمهور ديالا فرحان. أي تسديدة قوية، أي هدف جميل. الله الله على اياد عبد فرحان، يطلق صاروخ من اياد عبد فرحان، يسكنها في شباك مرمى النفط في الزاويه الصعبه جدا على حارس حسين علي. لاحظ الانطلاقه من جول الدوباري اللي هياها الى مقتدى، اللي مر من امام اللاعب سامسون دير، ومقتدى عمل ممتاز من مقتدى حسن اللي هياها لاياد عبد فرحان، اللي سدد بقوه اياد عبد فرحان ليسكنها في شباك النفط، يسجل اول اهداف اللقاء. الله على هدف جميل، الله على هدف رائع لفريق ديالا وعن طريق اياد عبد فرحان، وهو رابع اهدافه خلال هذا الموسم بعد ما سجل في مرمى اربيل، وهدفين على فريق نادي القاسم. الان ياتي ويسجل في مرمى النفط واحد من اجمل اهداف هذه الجوله. الان اياد عبد فرحان يضع فريق نادي ديالا بهدف التقدم على نادي النفط. بينما هنا همام طارق على التنفيذ لركلة ركنية، بينما خطير. الله الله الله، مارلين الأوزبكي هز الشباك. شوبانوف يتقدم بأول أهداف المباراة بالنسبة لنادي أربيل. هولير الإمبراطور يتقدم في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول. هكذا إذن فرحة الأنصار من على المدرجات في الدقيقة 42. شوف الكرة الأولى اللي كانت بالقائم، بعد ذلك تابع الكرة بهذا الإصرار الكبير الأوزبكي مارلين شوبانوف يسجل بالكرة الماضية، وبالتالي مارلين ثاني أهدافه بهذا الموسم.
ثاني أهدافه بهذا الموسم وثاني أهدافه على التوالي بعد ما سجل في المباراة الماضية في مرمى النفط. يسجل اليوم ويفتتح باب التسجيل نادي القاسم. الخطأ والركلة الحرة المباشرة، الكرة تنفذ عالية داخل منطقة الجزاء، تبعد خطيرة. جول ثاني، هدف ثاني مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، العودة مرة أخرى إلى أحداث شوط المباراة الثاني هنا ما بين الكهرباء وإربيل. علي شاخوان مع مارلين تشوبانوف هما من دخل في شوط المباراة الثاني. في هذه اللحظات الحكم يطلق الصافرة ويعلن عن بداية أحداث شوط المباراة الثاني. إذن 1-0 للكهرباء من ركلة الجزاء سجلها يانيك زاكري، وبعد ذلك الأمور سارت على التعادل أو التقدم بهذا الهدف وانتهى شوط المباراة الأول. الآن في هذه المباراة يعني الأمور تسير إلى حد ما نحو تغييرات المدرب باسم قاسم لإدراك الوضع مبكرا حقيقة والحصول على الهدف المنشود وهو الانتصار. أيضا مامادو ديارا، علي شاخوان دخل مع أحمد زيرو، مارلين تشوبانوف، كريستوفر جون وكذلك مامادو ديارا، وهذه كرة تلعب سريعة وإلى إبعاد يأتي من جانب فريق الكهرباء في هذه اللحظات. إذن مامادو ديارا وكريستوفر جون وعلاء رعد ثلاثي يغادر سويا في هذه اللحظات. هنا الكرة التي تلعب وتعود مرة أخرى. أكو حزير يلعب كرة، عمر الذي يرافق مارلين تشوبانوف في شوط المباراة الثاني. أحمد سيرو لاعب مميز في هذه الجهة، أحمد يتقدم إلى الأمام، أحمد يلعب الكرة، واصل الآن، وضعها أراد أن يصل ولكن تأخر، تباطأت شيرزود تيميروف، كرة تعود ودربكة، إربيل يضغط وتزيد الكرة من إدم إسيا لتذهب الكرة مباشرة إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات، مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. أنظار باسم قاسم المتأخر حتى الآن 1-0، تعادل سلبي في مباراة الغراف. و ديالا هذه كرة وحاول فيها مارلين تشوبانوف، عادت مرة أخرى حتى تسديدة مامادو ديارا التي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. وصل علي خالد، كرة سريعة في الخط الأمامي، أحمد عايد مع نهاد محمد، عملية التقدم من جانب نهاد محمد، إلى خارج أرضية الملعب يشير حكم المباراة. سجاد خليل على تنفيذ رمية جانبية للكهرباء، أربيل والتصعيد الجماهيري الحاضر، وكرة لا زالت
وتلعب باتجاه شيرزو تيميروف. تغطية دفاعية حاضرة من جانب حسين نعيم بشكل ممتاز. حاضر حسين نعيم، هذا اللاعب المميز حقيقة، يقدم أدوار رائعة دفع به المدرب، اللاعب الذي يتواجد من الخطوط الدفاعية ووسط الميدان الدفاعي. كرة على الطرف الآن علي الشاخوان، نجل الشاخوان عمر يحاول فيها عملية التقدم لكن قطعت من أمام مايكل أو من أمام كريستيان باركو، فيها تدخل ومخالفة. حديث موجود من جانب كريستيان باركو. أمامك علي مهدي حاضر، لاعب مميز في الوسط. وهنا المخالفة التي كانت على علي مهدي بعد العرقلة. كرة إلى الأمام، عودة مرة أخرى، وصلت في هذه اللحظات على الطرف. كرة في دفاع تربيل، عمر وعلي، وهنا الإبعاد لا زال من أحمد زيرو. حاضر الكرة إلى خارج أرضية الملعب، هذه الكرة وهذه المحاولة. هنا أمامك أحمد زيرو، أحمد زيرو اللاعب السابق للشرطة لزاخو للقاسم، والذي سجل هدف الحسم يومها في كربلاء عندما كانت المباراة في ملعب الشباب ما بين القاسم وما بين سامراء، وسجل ذلك الهدف الذي حسم صدارة المجموعة لفريق نادي القاسم الذي هبط في هذا الموسم. سامراء حضر وغادر سريعا، لكن فريق القاسم واصل ل6 مواسم متتالية وحتى غادر في هذا الموسم، موسم النهاية. كرة سريعة تلعب من الدفاعات، عمر إديميسيا، كرة طويلة. أربيل ليست عاداتا، ليست الفرقة التي ينتظرها الجميع في أربيل. شيرزود متأخر وكذلك مايكل كابريرا متأخر. كرة إلى الخلف عند مارلين تشوبانوف، وصلت عنده كوميل سعدي. 5 دقائق مرت وهذا كوميل. المحاولة التي تلعب واصلة عند خضر علي في الخلف. خضر يحاول ينتظر زميل. كرة في الوسط عند يانيك زاكري، زاكري في الطرف، هذا سجاد، يتقدم سجاد، وصل سجاد خليل. سجاد، قراءة أحمد زيرو رائعة جدا لخطف هذه الكرة. هنا النقل الكرة إلى الأمام، والمحاولة التي وصلت في هذه اللحظة عند شيرزو تيميروف، يلعب الكرة في الأمام، طالت على علي الشاخوان وعادت مباشرة باتجاه علي خالد الذي دفع الكرة إلى الوسط. عاد همام طارق ليأخذ الكرة بالكنترول. همام يحاول ويبحث عن زميل يلعبها في الخطوط الأمامية. همام طارق الرأسية التي تحضر في هذه اللحظات. هنا الكرة واصلة في الوسط، اكو حزير يمرر كرة، اكو تلعب الى احمد زيرو، اكو حزير مرة ثانية يبحث عن تيميروف، الكرة العالية وصل اليها عباس قاسم. هذا الضغط والكرات الطويلة لا يجدي نفعا ابدا مع فريق متكتل بمثل الكهرباء، لذلك خيار التمرير ووجود لاعب وسط ميدان قادر على فتح الخطوط هو الخيار الامثل للسيد باسم قاسم. لذلك الجنرال سريعا دفع بعلي شاخوان، اللاعب الذي لديه سرعة في التحركات، أيضا لديه حرية في أخذ المناطق الفارغة. وبهذا الدعم الجماهيري الذي تسمعونه من استاد فرانسو حريري والحضور الكبير، يسعى أربيل وتسعى الفرقة الصفراء إلى الوصول إلى الهدف المنشود، ألا وهو هدف التعادل للعودة إلى المباراة. علي شاخوان يغير في اتجاه اللعب، علي يلعبها إلى البديل الآخر أحمد زيرو. زيرو في كرة وفي تمريرة، إعادة الكرة في الخلف الآن مباشرة عند عمر. عمر يحاول تصل الكرة إلى الأمام، مطالبات بلمسة يد، زيد تامر لا يشير إلى شيء. أحمد عايد في المرتد الآن يتلاعب بهمام، يحاول المرور من همام، يلعب الكرة سهلة باتجاه روبين أكوا، روبين ونياد محمد، روبين تباطأ قليلا حتى عاد بالكرة إلى خضر علي. خضر يمرر في الطرف باتجاه اللاعب أحمد عايد، هذا أحمد عايد الذي يعود إلى الخلف في هذه المرة. أحمد في انتظار المرور، أحمد في انتظار العبور، هاته خضر جميلة مستمرة إلى روبين أكوا. خضر علي وأحمد عايد، روبين على أرضية الملعب، خاطئة من أحمد عايد،
عايد. هنا كرة تلعب الآن بالاتجاه المعاكس، تلعب عالية إلى الأمام، البحث عن شيرزو تيميروف. عباس قاسم بالخبرة أخذ الكرة بصدره حتى وقف على هذه الكرة. وهنا المحاولة التي تلعب عالية إلى الأمام، البحث دائما وأبدا عن نهاد محمد. هو سدد نهار في قرار ممتاز ووصلت الكرة مباشرة إلى كومي. هذا نهاد محمد، تلعب الكرة في الوسط عند كريستيان باركو وإلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية الآن، يانيك والتدخل. زاكري حاضر. ماذا هناك؟ بطاقة صفراء على من والذي ملقى على الأرض؟ من وما الذي يجري؟ اعتقد هذا لوكاس أم أن أحد الكوادر؟ لا، هذا علي حسن أحمد ساعد المدرب. ماذا تفعل يا علي؟ أخذت ورقة صفراء وسقط على الأرض والله غريب ما يجري. هذه الكرة تلعب الآن، تصل إلى الوسط. روبن أكوا، إعادة الكرة. أحمد عايد لف ودار، يلعب الكرة إلى روبن. التمريرة الحاضرة في هذه اللحظات علي شاخوان، في هذه اللحظات شيرزو تيميروف يحاول فيها الأوزبكي، يحاول الغوص في الدفاعات. عادت المحاولة إلى الخلف مرة أخرى. خضر علي، همام طارق. التمرير فريق صعب، فريق الكهرباء، فريق البرتقالي الذي حضر وواصل واستمر وقدم مستويات رائعة. والآن عملية التمرير. يا أكو يريدها مرة ثانية. أكو حزير، شوف جمع الكرات، أتى هنا ووصل ووضع الكرة في 6 ياردة حتى ينفذها سريعا. شوف علي حسن أحمد، يعني لا أعلم، لا أملك تفسير لما جرى حقيقة. نواصل، وهذه الكرة تصل عند كوميل. يلعب الكرة في الأمام في السيزون 25-26. الأمور تسير نحو اقتراب القوة الجوية من لقب، وأيضا نحو منافسة من الشرطة للحصول على الخامس تواليا واللقب التاسع للشرطة. كرة واصلة، استمرار، وكرة تلعب من باركو عالية إلى الأمام. هذا شيرزو تيميروف يبحث عن هكذا كرات في هكذا مكان. شيرزو تيميروف، واجبات دفاعية فتاكة حقيقة يعطيها المدرب حسن أحمد للاعبيه بعد 10 دقائق من اللعب. الكرة التي كانت من باركو. باسم قاسم في حيرة من أمره. باسم قاسم ينتظر ما سيجري. باسم قاسم الذي خسر في 4 مواجهات هذا الموسم وتعادل في 9 وفاز في 19. ينتظر أن يعود الفريق، ينتظر أن يستعيد التوازن. اللا بالانس حتى الآن والنو بالانس. هذه كرة تلعب مرة أخرى، تذهب مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا الصافرة. أربيل في الجولة القادمة سيواجه النجف، جولة صعبة، بينما الكهرباء يعني سيكون الحال مغاير حقيقة لفريق الكهرباء البرتقالي الذي سيلاعب نوروز في بغداد وسيلاعب أمانة بغداد في الجولة 35، بينما أربيل سيلاعب النجف وسيلاعب نوروز أيضا في الجولتين 34 و35. صافرة حاضرة. كرة في الوسط، علي شاخوان يحاول علي البحث عن زميل مرة أخرى. على نيران اقتربت من مرمى كوميل. على نيران اقتربت من مرمى كوميل. اكو حزير ناويها، شكله ناويها. شوف كرة وصلت وسدد إلى خارج أرضية الملعب من جديد.
شوف هذا ما حصل. أمامك روبن أكوا، رمية جانبية عند أحمد زيرو. يحاول مرة أخرى روبن أكوا وتدخل وصافرة وانذار. يكتفي بصافرة وانذار أصفر على إيديم إيسيو، لاعب جديد ينذر عند باسم قاسم. يجري إيديم إيسيو كرة إلى الخارج. هذا إيديم إيسيو تلقى الإنذار قبل قليل. كرة تلعب في الأمام، إبعاد يأتي، واجبات دفاعية 1 2 3 4 لم يغادروا هذا المكان. هذا ما يفعل حسن أحمد حتى الآن. كرة ثابتة أتتنا بالمحاولة التي كان منتظر أن نحصل من خلالها على هدف التقدم، ألا وهي ركلة الجزاء. شوف الكرة والمحاولة من خلال الرمية الجانبية في هذه اللحظات. كرة لعبت ووصلت إلى خارج أرضية الملعب. شوبانوف، نهاد حاضر في هذه اللقطة. كرة تلعب سريعة، تدخل وصافرة وحكم المباراة يعطي خطأ. لاحظ التدخل من جانب خضر علي، تدخل متهور، أو من جانب مايكل كابريرا، هذا كريستيان باركو، هذا الأرجنتيني اللي كان حاضر في اللقطة، والحكم يعطي مخالفة. جيلان لقمان بديلا لآكو حزير في هذه اللحظات. التبديل الذي يدفع به السيد باسم قاسم. آكو يغادر وجيلان لقمان هو البديل. كرة وصلت مباشرة إلى كوميل، لاعب الطلبة، لاعب زاخو، واللاعب السابق أيضا للكهرباء، ودهوك جيلان لقمان. محاولة وكرة تلعب في هذه اللحظات. كرة في الوسط، مخالفة لعلي شاخوان. محاولة جيلان الآن لهدف التعادل يا جيلان. كرة قطعت وعادت المرتدة من جانب أحمد عايد والكرة التي تلعب مباشرة. نهاد محمد، نهاد يحاول هل يحسم المباراة. نهاد فتح زاوية وسدد، ولكن تدخل في اللحظة الأخيرة. تدخل في هذه اللحظة وإبعاد يأتي للكرة. كوميل سعدي، ركنية في هذه اللحظات. شمال المواجهة ما بين الفريقين هي مواجهة 4-3 في ذهاب الموسم الماضي، لما فاز إربيل على الكهرباء ب4 مقابل 3. مباراة جميلة كانت. هذه كرة عالية رأسية من عباس قاسم حاضرة. تدخل وحكم المباراة يقول مخالفة لإربيل. مخالفة لإربيل في هذه اللحظات، هي الإشارة من حكم المباراة.
هنا التدخل، وهذا القرار الذي كان من حكم المباراة. كرة في الوسط، تعود المحاولة. هل ينتصر الكهرباء في فرانسو حريري؟ أحمد زيرو يلعب الكرة، عملية الاستلام في محاولة ونقلة وكرة. لا زال فريق الكهرباء يريد تعزيز النتيجة والتأمين، ولا زال أربيل أيضا يريد المعادلة في هذه المباراة. مرة أخرى صافرة من جانب حكم المباراة، مخالفة يعطيها زيد ثامر. على الطرف همام طارق، همام مرة أخرى في المنطقة التي فيها خطورة على 18 ياردة. إدم إسيا مع علي شاخوان، علي، همام طارق يلعب الكرة، همام، التدخل الحاضر مع إبعاد يأتي في هذه اللحظات. لا زالت الأمور هنا تدخل وهنا إبعاد وهنا صافرة من جانب حكم المباراة. لا شيء، مرتد الآن باتجاه نهاد محمد للثاني 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 للثاني. الله الله الله، مع المطالبة بالمخالفة، عكس الاتجاه، عكس التوقعات. نهاد محمد الذي وصل إلى منطقة الجزاء، الذي حلق وطار، وهنا الختام وهنا التوقيع، وفيها كرة الهدف الثاني، فيها توقيع على الانتصار. ما يفعله البرتقالي خارق للعادة. بداية رائعة للشاطر حسن، ونهاد محمد يتقدم ليسجل الهدف الثاني في مرمى أربيل مع المطالبات بمخالفة. أوهموني وأوهم الجميع، من دون أوفسايد، من دون تسلل. هرب نهاد، وصل إلى منطقة الجزاء، قرر، مر، فتح زاوية، وضع الكرة في مرمى كميل، وبالتالي هدف ثاني يأتي الآن في مرمى أربيل. 2 مقابل لا شيء حتى الآن، وهذه كرة وضعت على يمين كميل، وبالتالي الأمور تسير على انتصار جديد للبرتقالي للكهرباء. وفرحة نهاد حاضرة في هذه الدقائق، فرحة نهاد موجودة. وهنا ماذا يقولون؟ هل أقر الحكم بشرعية الهدف؟ الاحتفال الحاضر، الأفراح المستمرة عند فريق نادي الكهرباء في هذه اللحظات. زيد ثامر، والحديث مستمر في اللقاء 27 ما بين أربيل والكهرباء. الكفة إلى الآن تميل للكهرباء، لا زال الحديث مستمر. زيد ثامر الآن يقول أن الهدف اعتمد، لذلك فقط يطلب عودة اللاعب الإعلان عن البداية. هل يبحثون عن تأكيد المخالفة؟ نعم، اعتمد الهدف، اعتمد هذا الهدف. قرار أتى صحيح من حكم المباراة، 10/10 في المباراة إلى الآن. زيد ثامر، ركلة الجزاء التي أعيدت، لو في حديث عن ركلة الجزاء هنالك الجواب كان من الفار على ركلة الجزاء التي كانت حاضرة. إذن مباراة تستمر وفيها مخالفة. الكرة الآن في وسط الملعب لصالح فريق الكهرباء، مخالفة ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. حديث حاضر، والكرة التي لا زالت مرة أخرى. سجاد، كرة عالية للبحث عن هدف ثالث،
أوه يا خضر يا علي، كنت على موعد مع هدف عالمي، وكان من المفترض أن نرى هدف عالمي، ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. بصمات الشاطر واضحة، بصمات الشاطر حاضرة، والكهرباء في انتظار ضربة هنا في إربيل. الكهرباء في انتظار ضربة في إربيل. كرة عالية في منطقة الجزاء. سجاد يتدخل والكرة إلى الخارج. ركنية لأربيل وعملية البحث مستمرة. هذا الإبعاد، هل يعود أربيل إلى المباراة؟ هل يعملون ريمونتادا؟ في كرة تصل إلى علي الشخوان. علي والكرة العالية، شيرزود، وهنا تشوبانوف حاول تهيئ كرة ولكن لم تتهيأ هذه الكرة. عادت مرة أخرى محاولة الآن تأتي لصالح نادي الكهرباء من جانب نهاد محمد. نهاد يبحثون عن بصمة، بصمة نهاد. انتصار جديد الكهرباء على أربيل. ستيفن بافور يومها قادهم هنا وفازوا بال1-0. قبل 3 مواسم. وهذه كرة إلى خارج أرضية الملعب. علي خالد، أنهم على موعد مع هدف جديد. غضب من السيد باسم قاسم. لاحظ هنا تسديدة خضر علي الخاطفة، كان من المنتظر أن نشاهد هدف. وكرة إلى الخارج، تسديدة كرة كانت قوية. 29 أو 15 أو 15 من شهر أكتوبر في عام 22 كان الفوز هنا في هذا الملعب، الفوز الوحيد للكهرباء في 26 مواجهة سابقة، ونحن في انتظار الفوز الثاني. كرة تصل، سجاد مرة أخرى تلعب من الخلف. بداية أربيل، تلعب طويلة باتجاه أحمد عايد من روبن أكوا، لكن صورة لم تكتمل. تعود في ضغط الآن عالية من جيلان، رأسية رائعة، يا سلام. شيرزود تيميروف يسجل هدف تقليص الفارق وهدفه ال25 هذا الموسم. الكرة الرأسية الجميلة، وشيرزود حاضر ليضع الكرة في الشباك، ليضع الكرة في المرمى. حضر الآن الأوزبكي، وهنا الذئب الذي يسجل الهدف الأول لأربيل في المواجهة مع فرحة الجنرال. ورقة صفراء الآن، بوابة العودة لأربيل، واحدة من جيلان ورأسية حاضرة من جديد من جانب شيرزود تيميروف ليضيف الكهرباء إلى ضحايا هذا الموسم. لم يسجل في الذهاب، عاد وسجل الآن في الإياب. لاحظ علي شخوان فتح الجهة اليسرى باتجاه جيلان لقمان. جيلان يحاول بالقدم اليمنى يلعب كرة عالية، وتيميروف ركنها في المرمى من تحت أقدام علي خالد. رأسية رائعة جدا من دون تسلل. هذه الكرة التي لعبت من جيلان ورأسية تيميروف تعيد فريق أربيل إلى المباراة ويقلص الفارق الآن 2 مقابل هدف. وهذه الكرة التي تصل في هذه اللحظات، هدفان لهدف، والكرة في مرمى علي خالد. أفراح حاضرة في أربيل، وبدأت الجماهير تصعد من وتيرة التشجيع.
صعب شيء على الكهرباء. كان إربيل في يوم من الأيام، واليوم كهرباء متقدم عن 3 انتصارات فقط للكهرباء على إربيل في تاريخ المواجهات 26 السابقة، بينما 16 انتصار لأربيل و7 تعادلات. هذه الكرة التي أخذت على الجهة اليسرى، وهنا النغم المعهود والكرة العالية التي وصلت مباشرة. الحضور برأسية شيرزو تيميروف حتى أتى الهدف. كرة العالية نهاد محمد، تشوبانوف، أحمد زيرو، الرأسية التي تأتي الآن وصلت في الخلف عمر جنكي، عمر من الخلف مارين تشوبانوف، جيلان لقمان، إيديم إيسيا، نهاد محمد، إيديم في الوسط، علي مهدي يحافظ على الكرة. 1 2 3 4 5 6 من أربيل في هذه من الكهرباء في هذه المنطقة للتأمين. يانيك زاكري، مطالبات بمخالفة. يانيك لا زال يحافظ على الكرة. حكم المباراة يعطي الفائدة ادفانتج في هذه اللحظات. قطع الكرة شيرزوت تيميروف، وصافرة من زيد ثامر على وجود مخالفة على شيرزوت. استغرب من الحالة الأوزبكي، حالة ما بين أوزبكي وما بين إيفواري. إلى الآن أمور سائرة. على التقدم. هذه مخالفة على زاكري زيد يا ثامر، هذه مخالفة لأربيل، لكن ما عليه، حكم المباراة يقدم مباراة مميزة والتقدير سريع للحالة، وأقر بأنها مخالفة. ربع ساعة متبقية، 2-1 الكهرباء على أربيل. بينما الكرة الآن إلى نهاد، هل هي الضربة القاضية يا نهاد أم سيعود الكهرباء ب3 نقاط؟ لا زالت الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، أحمد زيرو على التنفيذ. نهاد يترقب صاحب الهدف الثاني في المباراة، ومارلين تشوبانوف. مارلين تشوبانوف، اوه الكرة غادرت، والحكم يقول ركلة مرمى في هذه اللحظات. المساعد انتظر حتى يرفع الراية، وزيد ثامر ينتظر التأكيد من الVAR. حسن أحمد ما في شيء هذه الإشارة من الشاطر حسن. لاحظ مارلين تشوبانوف، هل غادرت الكرة برمتها؟ يا تشوبانوف وضعتنا في إشكال، ووضعت حكم المباراة في إشكال، وأتى هدف ونحن لا نعلم مدى القرار. نذهب إلى الفار، والفار يقول الكرة إلى خارج أرضية الملعب. إذن هذا هو قرار الفار السريع الذي أتى، قرار سريع لم ننتظر فيه. كرة ستلعب الآن من روبن أكوا في الوسط. علي مهدي يلعب الكرة، والتدخل مخالفة، لا يقول حكم المباراة. يطلب من نهاد النهوض والاستمرار في عملية اللعب. محاولة لعب ممتازة باتجاه جيلان لقمان. جيلان صنع الأول، هل يأتي بالتعادل أم يصنع الهدف التعادل الآن؟ الهدف الثاني. كرة إلى الخارج، والحكم قال في تسلل على جيلان ولا ماذا؟ الإشارة من الدولي السيد واثق مدلل على أن جيلان في موقف متسلل. برافو مساعد الحكم، كان حاضر في لقطة مميزة. كرة طويلة لعبت من جانب كريستيان باركو باتجاه جيلان. سلامات لنهاد. هل يغير نهاد في المباراة؟ كرة تلعب في هذه اللحظات. عودة في الوسط، علي مهدي، روبن أكوا، من جديد مارلين تشوبانوف في تغطية. عادوا ليحصلوا على رمية جانبية لاعبي إربيل. مباراة فيها 3 أهداف، ومباراة أخرى فيها 7 حتى الآن.
4-3 للقاسم على الميناء مع الطرد من الميناء، طرد لمسلم موسى. أحمد 0. كرة تلعب الآن، وعادت الراية من واثق مدلل تعلن عن مخالفة في هذه اللحظات. ألغي الهدف الرابع لفريق القاسم. نعم ألغي. 3-3 النتيجة حتى الآن. لاحظوا هنا التدخل من جانب كريستيان باركو الأرجنتيني على محمد أوتارا، والحكم يعطي مخالفة على باركو. يانيك زاكري، أو هذا عفوا محمد أوتارا. زاكري لعب وسط، زاكري عاد إلى الخلف ليكون كمحور، ونهاد محمد على الأرض. همام طارق، همام وجيلان في انتظار إيصال الكرة باتجاه جيلان، مرة من علي مهدي إلى كريستيان باركو صاحب الحلول، يلعب الكرة إلى علي شخوان، ينتظر التقدم لأحمد 0. علي شخوان يلعبها عالية، رأسية قد تعيد أربيل إلى المباراة، لكن طالت على مايكل كابريرا. مايكل كابريرا، والحكم الآن يذهب للاطمئنان على نهاد محمد. مباراة متوقفة واللاعب ساقط على أرضية الملعب، حكم ذهب ليطمئن على سلامة اللاعب. ذو الفقار يونس عبد علي سيشترك في هذه اللحظات. نجل الغزال الأسمر، نجل الأسطورة الشرطاوية يونس عبد علي، أكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد. يونس الذي صال وجال في الملاعب، إذن في انتظار أن يكون أفضل خلف لأحسن سلف، ومن شابه أباه فما ظلم. هنا مغادرة الأرجنتيني باركو في هذه اللحظات، ودخول لذو الفقار يونس عبد علي عند هدف ذو الفقار في مرمى أمانة بغداد. محاولة وكرة تلعب من جانب علي خالد، سريع الآن، واصلة في هذه اللحظات. علي شاخوان يحاول ينتظر زميل علي، تمرر، انتظار تغييرات جديدة. روبن أكوا يحاول، نهاد محمد هرب، روبن أكوا يلعبها إلى نهاد. انتهت المباراة يا نهاد، للحسم يا نهاد، ولكن كوميل بقي واقفا ليصل إلى هذه الكرة. ألغى الأوفسايد حكم المباراة. و إيدي ميسيو، طبعا مباراة بغداد انتصر فيها أمانة بغداد بقرار إداري على إربيل، لكي يلغى الهدف الذي سجله فقر في تلك المباراة أو ذو الفقار. كرة عالية في منطقة الجزاء، وعلي خالد يتدخل يبعد هذه الكرة. وصلت المحاولة على الطرف، نعيم مرة أخرى تنقل باتجاه أحمد عايد، يبحث عن نهاد في الفراغات. مارين شوبانوف ونهاد محمد، يقرر بمخالفة حكم المباراة على نهاد محمد. كوميل لا زال على الكرة كوميل، والتغييرات الآن تجرى من جانب فريق الكهرباء في هذه اللحظات. حسن أحمد هي أوراق للتغيير. ياسر ناجي بديلا في هذه اللحظات. عباس عدنان أيضا، سلامات لعلي.
علي خالد يعاني من إصابة. احتكاك الكان ما بين علي وسجاد، هذا ياسر ناجي وعباس عدنان هو البديل القادم. دون إبراهيم يعطي التعليمات لصاحب الرقم 15. روبن أكوا هو المغادر أيضا، لاعب الوسط. ماذا يقول زيد ثامر؟ سقوط وتأخير، المباراة وصلت إلى دقيقة 83. سيحمل روبن أكوا الغاني. كرة إلى الأمام، عالية هذه الكرة والمحاولة واصلة لأربيل في الخطوط الأمامية، يدفع بكل أوراقه للهجوم سيد باسم قاسم، وهذه كرة متبادلة تعود مرة أخرى عند أحمد عايد في انتظار المرور. كرة تعود، لمسة يد، حكم المباراة يقر بمخالفة. المخالفة يعطيها حكم المباراة في هذه اللحظات. إذن حسن أحمد أخرج مهاجم وأدخل مهاجم، خرج نهاد محمد وأدخل ياسر ناجي في هذه المباراة التي إلى الآن هو في انتظار انتصار ثمين هنا في أربيل. تعود الكرة مرة أخرى من جانب زيرو، يلعبها في الأمام، متابعات حاضرة الرأسية. ذو الفقار الذي يمثل الفئات العمرية في نادي الشرطة، لعب مع دهوك، وهذه الرمية الجانبية من جانب أحمد زيرو. علي شاخوان حاول إرسال الكرة في الأمام، ماريان شوبانوف، همام. تعود الكرة مرة أخرى، لا زالت عند لاعبي إربيل. همام طارق ينتظر زميل، عودة إلى الخلف، مارين شوبانوف، إديميسيو، إديم يحاول، وهذه الكرة التي تلعب عالية في منطقة الجزاء، رأسية تيميروف حاضرة، يانيك زاكري يتدخل، وأحمد زيرو إلى ذو الفقار. لمن يا ذو الفقار؟ علي شاخوان ينتظر، لكن كرة ذو الفقار خاطئة. تعود المحاولة إلى الخلف، عمر وعلي شاخوان، يلعب الكرة ذو الفقار، تدخل حاضر ومخالفة على ذو الفقار لصالح محمد أوتارا كما يقول الحكم السيد زيد ثامر في هذه اللحظات. كان قريب يتابع الحالة حكم المباراة. وأقر بها. علي خالد يلعب الكرة في آخر 3 دقائق من الوقت الأصلي في انتظار الوقت المضاف. كرة وصلت مباشرة إلى كوميل، همام، محاولة تلعب الآن، عملية التقدم في هذه اللحظات. تصل الكرة من جانب علي مهدي باتجاه ياسر ناجي، لكن كرة خاطئة. استعادة الكرة لاعبي فريق نادي الكهرباء. لا تشعر بأنها الروح التي تعيد الفريق إلى المباراة حاضرة في أربيل. أحمد عايد، هاتو خذ جميلة، لاعب مهاري، يمرر مرة من همام، خضر علي بالكروس، يلعب الكرة العالية، ياسر ناجي، أوه
أوه كاد أن يضع البصمة. الوافد من الموصل أراد أن يضع بصمة الانتصار في هذا اليوم، ولكن كميل حاضر، ولكن كميل يتألق. لاحظ هنا الرأسية وهنا الفارق الذي صنعه كميل في هذه المباراة. لا زال يحاول لإبقاء فريقه في المباراة. وهذه الرأسية الحاضرة من جانب ياسر ناجي تذهب إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة عند كميل من جديد الذي ينتظرها من الركنية. خضر علي على التنفيذ. يانيك زاكري، مرة يانيك بالمهارة، يانيك قد يصل. يا سلام على يانيك، يلعب الكرة في الخارج ولكن إلى ركنية جديدة، إلى ركنية جديدة مع آمال تتحطم. تتوقف عجلة إربيل لتعطي فرصة للزوراء ليتقدم في قادم المباريات. لؤي صلاح مع فريق الزوراء مستوى مميز ووصل إلى النقطة 62. إن خسر أربيل سيكون الفارق 4. والكهرباء سيقفز إلى المراكز المتقدمة في انتظار قادم الجولات. يصل إلى النقطة 33 الكهرباء بهذا الانتصار. الفريق المواجهات يتفوق على أمانة بغداد، يعيد الأسود إلى الخلف قليلا. أسود العاصمة أمانة بغداد، وهذه كرة تلعب من جديد. الآن دقائق الأخيرة وثواني الأخيرة. كرخ يضيف زاخو والقوة الجوية والموصل، ولقاء مهم يوم غد ما بين النجف وأمانة بغداد. صافرة ومخالفة. انتهى الوقت الأصلي في انتظار الوقت المضاف. هل 6 جديدة ستضاف من السيد زيد تامر؟ توقفت المباراة؟ لا والله زادهم دقيقة 7. التسلل الذي كان على شيرزو تيميروف في هذه اللقطة. 7 دقائق هل هي كافية لعودة الإمبراطور من جديد؟ مصطفى صلاح سيشترك الآن بديلا ليانيك زاكري. يدفعون به في وسط الملعب مصطفى. علي خالد على التنفيذ، يلعب الكرة الرأسية التي تأتي في هذه اللحظات. إديميسيا، همام طارق يلعب الكرة فيها استلام وكنترول. خاطئ الكرة ياسر ناجي يسدد من هذا المكان وكميل يلتقط الكرة. رزانة كبيرة لحارس مرمى يستحق الإشادة. الله على مدرب الحراس صالح حميد، دائما كلما يذكرون كميل كلما يذكر صالح حميد الذي أصر على ورقة كميل. هنا كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب معها محاولات مستمرة وعودة إلى الخلف. جيلان لقمان، تمرر الكرة الآن. علي شاخوان، كرة عالية 0 ورأسية تذهب إلى الخارج. يحمل كرة علي خالد لتذهب المحاولة إلى خارج أرضية الملعب. استغراب من الجنرال السيد باسم قاسم. فريق ليس بالمستوى، غريبة مع أحوال الكهرباء، لكن تغيير الكادر التدريبي ربما تصحوة لفريق الكهرباء. علي خالد من جديد على تنفيذ هذه الكرة. إذن الكهرباء ينتظر الانتصار رقم 4 على أربيل في تاريخ المواجهات. 2-1 الآن. هل نصل إلى تعادل؟ سقط عمر
وحكم المباراة يقول لا شيء في هذا السقوط. عباس قاسم في الوسط الآن، تقدم يأتي يعودون من جديد. ضاعت هذه الكرة، البديل عباس عدنان، وعملية التقدم تلعب كرة من الخلف على الطرف. الآن لحظات صعبة، هل يظهر امبراطور؟ خلينا نشاهد بصمة أربيل. أين مايكل؟ أين تيميروف؟ تيميروف لهدف جديد. الآن الرأسية، يا لو أتت يا مايكل يا كابريرا. علي خالد يلتقط هذه الكرة، ولم تكن مع الأوروغواياني حاضرة هذه الكرة لتذهب إلى الشباك. باسم قاسم هو ليس باسم في هذه المباراة، تغيب عن الابتسامة. هنا كرة، أحمد زيرو يرسلها طويلة، الرأسية الحاضرة الآن باركو أو هذا كابريرا. مايكل مع جيلان، قد يفعلها جيلان. أوه، يطالبون بركلة جزاء، والرفض يأتي من جانب حكم المباراة. زيد ثامر يقول لا شيء في هذه اللحظات. هل في إعادة؟ كرة عالية، متابعة تيميروف من جديد. علي خالد من جديد يتألق علي خالد، من جديد كرة عند علي خالد وباسم قاسم. ماذا يقول هذا تيميروف؟ والانتظار، هل في جواب من الفار على حالة جيلان؟ كان يسأل عن ذلك باسم قاسم. أربيل يبقى ثالثا، لكن على الخطر مع هذا المستوى. هو عنده مباراة مع الشرطة أيضا حاسمة في بغداد، ضمن المباريات المنتظرة لفرق المقدمة، كاد أن يخطأ فيها ولكنها عادت من جديد. همام تدخل حاضر، حسين نعيم وعباس عدنان ومصطفى صلاح، ثلاثي الذي يعود إلى الخلف للمساندة رباعي الدفاع مع خضر علي وسجاد ومحمد أوتارا وعباس قاسم. يقول هنالك تسلل، حكم المباراة زيد ثامر. إذن لاحظ هذه كرة جيلان، فيها ولا ما فيها؟ هل هنالك تدخل على جيلان أم أن جيلان ادعى السقوط؟ الجماهير بدأت بالتصعيد والحكم بدأ يتحدث، وزيد ثامر ماذا يقول؟ تشيكينج بنالتي إلى تقنية الVAR في هذه اللحظات. حكم المباراة يذهب إلى تقنية الفيديو والأفراح في استاد فرانسو حريري ما أن قرر الذهاب. كيف سيكون الحال؟ إن تأكد حكم المباراة من أن هنالك ركلة جزاء لأربيل وورقة صفراء على حسن أحمد وعلى ولد حسن أحمد المساعد. الآن الكل ينتظر أن يعود أربيل، أن يعود الإمبراطور إلى التعادل في هذه اللحظات. شوف الإعادة، تدخل الذي كان ما بين من الذي تدخل، وصورة أوضح. يا نعيم، هل تدخل على قدم جيلان لقمان أم أن القدم الثابتة لا عليها ركلة جزاء في التدخل الأخير؟ حسين نعيم وجيلان لقمان. شوف الإعادة من الحالة الأولى، سالمة من التسلل، مر في الأولى، وصل الآن يحتاج حكم المباراة إلى زاوية أدق ليتأكد. الآن عاد، واللقطة على من ارتكب المخالفة التي إن أكدت هي ركلة جزاء في هذه اللحظات. الحكم الدولي السيد زيد ثامر يقر في هذه اللحظات بوجود ركلة جزاء لأربيل في آخر لحظات المباراة في الوقت المضاف. هذا جيلان لقمان هو من ينبري إلى هذه الكرة، هو من يريد الذهاب إليها. اتركها يا فقار. جيلان واثق من نفسه، جيلان واثق من إمكانياته. شوف المحاولة والتدخل، وهذا ما أقر به حكم المباراة في هذه اللحظات. إذن
زيد ثامر يشير إلى ركلة جزاء في هذه اللحظات. تأكدت الحالة. جيلان من صنع الأول يريد تسجيل الثاني. من زار شباك النفط ودهوك يريد زيارة شباك الكهرباء. علي خالد، جيلان لقمان في مواجهة علي، وزاكري غاضب، زاكري خائف. وهنا الكرة خرج محترفي نادي الكهرباء، والآن بدأت الأنظار على حالة فيها ركلة جزاء ليتصدى ويعود إربيل على الأقل بتعادل في ملعب. الإمبراطور في هذه المباراة أراد فقط أن يحقق التعادل، إذن يتركها إلى شيرزو تيميروف. جيلان لقمان من أجل أن يسجل هدف جديد وحضور جديد والانفراد والتحليق وحيدا في المقدمة. شيرزو تيميروف من أجل الثنائية في هذه المباراة يريد أن يضع الكرة في مرمى علي بخبرة تيميروف. الآن شيرزود 25 هدف، ينتظر السادس والعشرين. شيرزود في مواجهة علي خالد. الآن الكرة التي يتقدم عليها الأوزبكي. الذئب على كرة، الذئب على محاولة في انتظار أن نرى الهدف الثاني. يا سلام، عادت القلعة مرة أخرى لتزهر وتزهو في هذا اليوم، لتعود جميلة كما اعتدناها. 2-2 الآن، عادوا إلى التعادل. شيرزو تيميروف ثنائية جديدة يضيف الأوزبكي وزيارة جديدة في آخر الرمق. يسجل الأوزبكي شيرزو تيميروف في هذه المباراة. باسم قاسم يتحدث ولا زال في الوقت بقية، من الممكن قلب الموازين. لاحظنا الكرة التي تقدم فيها بطريقة جميلة بانينكا لكنها هادئة. لاحظ هنا الكرة في المرمى دون ارتفاع عالي وموه على حارس المرمى، سدد بطريقة جميلة. يدرك التعادل لإربيل في هذه اللحظات. عودة مرة أخرى وسجدة شكر من الأوزبكي. هدي يا شاطر، هدي يا حسن أحمد. هل طرد حسن أحمد؟ ما الأمر؟ إذن أيها الأحبة، أيها المتابعون، في هذه اللحظات حكم المباراة الدولي السيد زيد ثامر ينهي أحداث المباراة بتعادل إيجابي 2-2 ما بين أربيل والكهرباء. إلى هنا أترككم في أمان الله وحفظه، وإلى لقاء جديد في مواعيد جديدة.